يا مساء الخير. حابة تعملي أكلة سهلة وسريعة وفي حلة واحدة من غير كركبة ولا مواعين كتير وطعمها في منتهى الجمال وأي حد ياكلها يفتكرك متعوب عليها؟ تعالي اتفرجي على الفيديو ده هيعجبك قوي. هنعمل النهاردة فراخ مشوية في الحلة. يعني ايه فراخ مشوية في الحلة؟ هتعرفي دلوقتي يعني ايه فراخ مشوية في الحلة. أول حاجة هنسمي الله، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي تشتركي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وعندي فيديوهات كتير سهلة وسريعة إن شاء الله هتعجبك. معايا كده طماطم وتوم، فلفل حامي، فلفل بارد، وبصلايه. طبعا حابه تشيل الفلفل الحامي شيليه، مفيش اي مشكله خالص، بس انا حاطه حاجه بسيطه يعني. هحط كل ده في الكبه وهفرمه فرم ناعم، او في الخلاط او في المبشره زي ما انت تحبي، يعني الموجود عندك، ما توقفيش نفسك على حاجه. حطيت معلقه كبيره من صلصه الطماطم او معجون الطماطم. بعد كده بقى عندي البهارات: كزبره، كاري، كركم، كزبره ناشفه، وملح وفلفل اسمر. طبعا ولو في بهارات فراخ حطي، مفيش اي مشكله. هحط معلقتين من الدبس الرمان لو موجودين، مش موجودين استغني عنهم، ملهمش اساس في الوصفه يعني. بعد كده هفرم الكلام ده كله ناعم قوي. على فكره دي تتبيله الفراخ المشويه اللي بصوا تعملوها وانت مغمضه عينيكي، يعني تبلي الفراخ بالطريقه دي وسويها بقى بالطريقه اللي تريحك. بصوا فرمتها ناعمه ازاي. بعد كده هنجيب الفراخ بتاعتنا غسلينها طبعا ومنضفينها كويس قوي. انا عندي فرخه وربع، يعني ما تفهموش، لا فاهم، فرخه وربع عشان تقضي عدد اسرتي، افراد اسرتي. بصوا بقى عامله فيها فتحات، طبعا فتحها من ورا الفرخه وعامله فيها فتحات عشان خاطر تشرب من التتبيله. كنت هحطها عليها على طول، وبعد كده قلت ايه، احطها في كيس عشان تتبل كويس وفي نفس الوقت تبقى مقفوله. انا هحطها في الكيس دون، وده اغلبيه التتبيلات بتاعتي بحطها في كيس كده، بالذات كمان لو هسيبها يوم او حاجه في الفريزر نحطها في كيس على طول. التتبيله دي ممكن نتبلها ونشيل الفراخ بتاعتنا تقعد معانا اسبوع 15 يوم في الفريزر، مفيش اي مشكله، ونطلعها تفك نسويها على طول. دي طريقه سهله جدا وتتبيله في منتهى البساطه والسهوله. هتبلها بقى كده واتاكد ان التتبيله دخلت بين الجلد واللحم كله. بصوا انا هنا مش عارفه اربطها، اتبلها كويس، هربط الكيس وبعدين هتشوفوا هنعمل ايه. وهيفضل الطبق بتاعنا نضيف زي ما هو، زي ما انتوا شايفين كده، ومفيش اي مشكله، وكل العصاره بتاع التتبيله هتبقى جوه الكيس. وهتبقى الفرخه متبله احسن. تقعد بقى ساعتين 3 يوم براحتك خالص، بس طبعا اهم حاجه ندخلها التلاجة. كده قلبناها بقى كويس، هحطها في التلاجة ساعتين 3 وبعد كده نبتدي نشتغل. هنا في حله زي ما انتوا شايفين، حابه تحطي شويه معلقه من سمنه او معلقتين زيت، يعني اي ماده دهنيه مفيش مشكله، بس انا مرضتش احط عشان الاكله بتاعتي تبقى خفيفه. طبعا سخنت الحله كويس قوي قبل ما احطها، وبعدين حطيت الفرخه زي ما انتوا شايفين من ناحيه اللحم، العظم مش الجلد. وهبتدي بقى اقلبها كل شويه كده لحد ما تاخد معايا لون هوريهولكوا دلوقتي. انا عايزه الفرخه بتاعتي تدخل في يعني نص سوا كده. بصوا انا هغطيها على نار هاديه قوي بقى عشان البخار يسوي لي الفرخه. بخليها نص سوا او اكتر كمان، 3/4 سوا. بصوا هنا الفرخه اهي اللون اللي انا عايزاه. بصوا لازقه شويه، هبتدي بالراحه اطلعها. هقلبها برضو كده واسيبها برضو شويه. زي ما قلت لكم انا عايزه الفرخه 3/4 سوا عشان يا دوبك الربع التاني يستوي في الرز. ما حطيتلهاش ميه، ما حطيتلهاش اي حاجه خالص عشان تاخد طعم الشويه، ما تبقاش مسلوقه. كده خلاص انا اتاكدت ان الفرخه بتاعتي خلاص دخلت في السوا. هطلعها بقى من الحله. انا حابه اعمل اكله خفيفه قوي من غير بصل، من غير توم، من غير يعني حاجات كتير. حاجه سهله كده، في ساعه واحده اكون عملتها واستوت وكل الغدا بتاعي جهز. بصوا كل الحاجات المحروقه في الحله دي هي اللي هتديني الطعم الحلو. ما تشيلوهاش خالص وما تغسلوهاش. هحط فيها ميه على حسب انا هعمل رز قد ايه. انا هعمل مثلا كوبايتين رز، هحط لهم 3 كوبايات ميه. هنا جزرايه مبشوره، وبقيه التتبيله بتاع الفرخه
اللي كانت في الكيس حطيتها، وهنا حطيت عود قرفة، ليمونتين ناشفين او لومي، وورقة لورا، كم ورقة لورا وكم فص حبهان. هقلبهم، وطبعا هظبط الملح بتاعي والبهارات كلها. مش هحط تاني بهارات لان الفراخ كانت مبهرة جامد. اول ما تغلي كده، اول ما تغلي على طول المية بتاعتنا او الشوربة بتاعتنا، هكون غاسلة الرز، انا ما بنقحوش، غسلته وحطيته على الشوربة، وهغطيه، هقلبه برضو اتاكد ان هو يتقلب كويس، وبعد كده هغطيه اول ما يغلي من غير ما يتشرب، عشان انا عندي الفراخ لسه نيه، يعني مش هخلي الرز بتاعي يتشرب. بصوا انا هغطيه اول ما الاقي الشوربه غلت على الرز. بصوا كده، هحط بقى، هرجع الفرخه تاني او الفراخ بتاعتي، وانتوا ممكن تقطعوها على فكره، مش لازم تعملوها سليمه، ممكن تقطعوا الفرخه 4/4 8 براحتكم، مفيش مشكله. هحطها كده على وش الرز. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل، عشان ان شاء الله فيديوهاتي الجديده توصل لكم، وتفرجوا على الفيديوهات القديمه ان شاء الله فيها حاجات كتير هتعجبكم. هنا بقى بقول لكم ههدي النار وهغطيها، هتاخد تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع، على حسب النار اللي عندك وعلى حسب انت عامله كميه رز قد ايه. وهنا كانت خلاص اتشربت، بس كان لسه فيها شويه زياده، ما كانش الرز لسه فلفل قوي. وبرده هنا في ناس بتحب الرز ما يبقاش مفلفل قوي، يعني يبقى في جوسي كده شويه، في تحسوا فيه لسه شوربه شويه، مش متشرب قوي يعني. انا كده سبتها 5 دقايق كمان، انا حسيت انه لسه عايز شويه كمان، بس استوت، اتاكدت ان الفراخ بتاعتي استوت والرزايه استوت وكل تمام. في الوقت ده بقى هنعمل شويه سلطات اللي انت تحبيه. انا كنت عامله سلطه طحينه وسلطه زبادي، والسلطه طبعا اللي بتتقدم مع الرز البسمتي دايما سلطه الدقوس، مش عارفه انا بقولها صح ولا لا يا جماعه، بس هي سلطه حلوه قوي، من السلطات المميزه قوي جنب الرز البسمتي. بس كده خلصت السلطات بتاعتي، والغدا بتاعي جاهز، ما خدش ساعه، مفيش مواعين، مفيش كركبه، مفيش اي حاجه خالص. اتمنى بقى تتابعوا قناتي وتجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. سهلة وسريعة وخفيفة، يعني ما فيهاش بصل، ما فيهاش توم، ما فيهاش اي حاجة خالص، اكلة خفيفة قوي لاي حد جاي من الشغل او من مشوار كده مستعجل يعملها. زي ما انتم شايفين بقى، بصوا الرزاية بسم الله ما شاء الله مفلفلة وحلوة ازاي. الفراخ بتاعتنا استوت، محتاجناش ندخلها تحت الشواية ولا اي حاجة خالص. بصوا واخدة لون في منتهى الجمال، وطبعا مستوية قوي وحلوة. جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. واتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجة من الفيديو بتاعي، واكون ضيفة خفيفة عليكم، واشوفكم في فيديوهات جاية كتير.